أشكل أحدا واحدة أو أشكل أبدل أشكال واحدة أو أشكال أكبر وطعام طويل. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه. الأستاذ خالد إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، الأستاذ علي الكحلان. لما ضربوك أنا حسيت إن الأرض موقف حصل في مستشفى المتحدون، وجدوا جثة يحاول كنت أتمنى أن أحضن طالباتي وأخفف من وجعهن وألمهن. محمد عاد حمد الشرفي الصف السادس من قصة الرعاية. لتحب المدرسة خيرك يا أماني؟ محمد عاد حمد الشرفي الصف السادس من قصة الرعاية. لتحب المدرسة خيرك يا أماني؟ كما رأينا وشاهدنا الإحصائيات المذكورة سواء في تقرير وزارة التربية والتعليم أو في تقرير المنظمات المجتمع المدني كما ذكرته مؤتمر منظمة إنصاف التي أوضحت الكارثة الإنسانية التي حدثت لأبناء الشعب اليمني الأطفال من الطلاب والطالبات. هذه أدت إلى يعني إحداث كارثة إنسانية لدى هؤلاء الأطفال، أحدثت خوف ورعب من الذهاب إلى المدارس، أحدثت كذلك تنصل عن الذهاب إلى المدارس وتسرب العديد من هؤلاء الطلاب خوفا من أن يطالهم صاروخ طيران دول تحالف العدوان. هذه كلها لو تعددنا الآثار النفسية التي أحدثت طيران دول تحالف العدوان والانفجارات والقصف يعني لن يكفينا أن نكتبها في مجلدات حول هذه الآثار النفسية. كما شاهدنا حالتين من الحالتين التي شاهدنا في مدرسة الراعي، لو عددنا حوالي 3652 مدرسة التي تضررت تضررا كليا جراء الاستهداف المباشر وغير المباشر، سنشاهد أن هناك عديد من الحالات قد ربما الملايين من الحالات، سواء كانت طالبات أو أسر الطلاب الذين لم يستطيعوا يعني تقديم المساعدات لأبنائهم للوصول إلى المدرسة. ونحن في العام السادس على التوالي من هذا العدوان الغاشم والاستهداف الممنهج للعملية التعليمية في اليمن، سواء عبر استهداف الطلاب والطالبات الآمنين في مدارسهم أو استهداف الكادر التعليمي التربوي أو استهداف منشآت المدارس وتوزيع الكتاب المدرسي عبر الحصار الخانق وعلى المشتقات النفطية والذي يترتب عليها العديد من الإجراءات من استهداف المنهج للعملية التعليمية. ووجدنا أيضا العديد من الحالات المأساوية والنفسية التي تعرض إليها أطفالنا الطلاب في المدارس جراء الاستهداف الممنهج وجراء الغارات المتعددة على المدارس أثناء تواجد الطلاب بداخل المدارس. وجدنا أن هناك حالات نفسية متعددة سواء كانت عبر الصدمات النفسية أو ما يحصل جراء هذا العدوان الغاشم. فحينما تكون هناك طفلة شاهدت زميلتها مقتولة أو جريحة بين أيديها مضرحة بالدماء، ما الذي يحصل سوى أنها تصاب بعقدة نفسية كبيرة وصدمة نفسية بأنها لم تعد تستطيع الذهاب إلى المدرسة مرة أخرى. وجدنا أن هناك حالات تبول لا إرادي، حالات نفسية متعددة للعديد من الطالبات. هناك من رفضت العودة إلى المدرسة خوفا من غارات العدوان المتعددة، هناك من رفضت العودة إلى المدرسة خوفا من أن تجد أو تفقد صديقة لها أو مدرسة لها. لذلك هناك حالات مأساوية كارثية وليست فقط على الطلاب والطالبات بل أنها ترتبت على الأسر. فحينما تذهب الطفلة إلى المدرسة هناك العديد من الأمهات أصبحت تخاف من خروج أبنائهن وذهابهم إلى المدرسة لأنها أصبحت تدرك كمية الاستهداف الممنهج للمدارس، لذلك أصبحت العديد من الأسر ترفض ذهاب أبنائها إلى المدارس. أيضا هناك صدمات النفسية للكادر التعليمي للكادر التربوي عندما يشاهدون تلك الغارات، عندما يشاهدون تلك الأصوات وتلك الإخافات في الأطفال وهم يذهبون يمينا وشمالا يبحثون عن مأوى لهم جراء الاستهداف هذا الممنهج للمدارس وللعملية التعليمية. لذلك للأسف الشديد ما زال الاستمرار في سلسلة الجرائم واستهداف المنشآت التعليمية متكررا إلى يومنا هذا. ولذلك نحن نطالب كافة الجهات
بتوفير الحماية للطلاب والطالبات في مدارسهم، ونطالب كافة المنظمات الدولية والذين يتغنون بحقوق الإنسان وحقوق الطفل: أين أنتم من استهداف ممنهج لأطفال لا يملكون سوى حقيبة وقلم في مدارسهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مروة الآنسي، رئيس منظمة حضارة المستقبل للتنمية والاستجابة الإنسانية. بالنسبة للوضع الإنساني الذي الحاصل في اليمن منذ 26 مارس 2015 يعتبر من أسوأ الأزمات الإنسانية التي مرت على تاريخ البشرية مجملا. تقارير المنظمات الأممية التي المعنية بحقوق الطفل وحقوق المرأة كارثية بالنسبة للآثار المدمرة النفسية. أصبح جيلنا من الأطفال أغلبيتهم يعانون من حالات نفسية مزرية. لا يوجد تدخل حقيقي ومؤثر للأطفال، خاصة من تعرضوا للاستهداف المباشر، كانوا في المدارس، كانوا في البيوت. أشياء كارثية طمست معها معالم الإنسانية، طمست معها كل المعاهدات التي وقعت عليها اليمن، ومن ضمنها القانون الإنساني الدولي، منها أيضا حقوق الطفل التي موقع عليها اليمن الصادر في 20 نوفمبر عام 1998. لكن للأسف الشديد نحن لا نقول نعول على تلك المعايير الإنسانية والقوانين الدولية كثيرا، وإنما نعول على العقول، على المشاعرهم، أن ينظروا للإنسان اليمني، خاصة الطفل والمرأة التي يعانوا الكثير من هذه التبعيات المدمرة للحروب. شكرا. شكرا جزيلا.